مشروعي فشل. اه والله. حاجة كده انا كنت مخبيها عليك بقالي فترة، بس انا قررت النهاردة ان انا اشرد نفسي واحكي لك قصة. لما بفتكرها بيجي لي انتكارية، عشان خاطر بس يعني ايه، عايز اوصل لك رسالة كده معينة. انت دلوقتي بتسمع الحلقة التانية من برنامج فضفاضة بيزنس على قناة مسجز وز ادري. قبل ما ندخل في الموضوع ونتكلم عن الحلقة بتاعت النهاردة، انا عايز بس اقول لك تنويه سريع كده. كورس المبيعات من الألف للياء موجود دلوقتي، منه 5 حلقات، يعتبر نص الكورس. موجود النهاردة على بلاي ليست كورس البيع من الألف للياء. صدقني البيع هيفيدك كتير جدا جدا فوق ما انت متخيل، هيفقهك في الحياة. يعني هو بعيد عن ان هو ممكن تبقى مهارة تكسب منها فلوس كويسة، هتفقهك في الحياة. السيلز اللي بيشتغلوا بيحبوا عشان خاطر أسباب كتير جدا. أولها إن أنت كل يوم بتكون علاقات جديدة، ودي حاجة جميلة جدا في الحياة عموما، هتعرف قيمتها. يعني لو أنت لسه صغير كده هتعرف قيمتها بعدين. دي حاجة. الحاجة التانية، السيلز هيخليك تقابل كمية بشر، كل واحد بتجربة شكل. هتتعلم انت كتير جدا جدا في حياتك عن طريق حاجة زي كده. بلس كمان انا بشوف السيلز هو اكتر شغلانة ممكن تجيب منها فلوس من غير ما تكون شايل هم انك انت تفتح بيزنس خاص ليك. بسبب الكوميشنز، تلاقي كل الناس اللي شغالة في السيلز مش بتبص للمرتب، بتبص للكوميشنز. فكورس انصحك انك انت تتفرج عليه بمنتهى الصراحة، هيفيدك كتير جدا جدا في حياتك، وسكيل قوية جدا جدا عموما في اي شغل ربنا يوفقك فيه. انت بقى عايز تعرف انا البيزنس بتاعي فشل ليه؟ بما انك دوست على على الصورة، يبقى انت تستحق انك تعرف البيزنس بتاعي فشل ليه. بص القصة بتبدأ ان في نهاية 2018 وبداية 2019 كده، اتعرض عليا توكيل من شركة أمريكية. الشركة دي كانت بتشتغل في الكوزماتكس ومنتجات معمول عليها أبحاث كويسة جدا، وشركة عاملة مبيعات بمليارات الدولارات بره مصر. حرفيا كانت فرصة لا تعوض. تبص عليها من بعيد كده، اقفش، دي فرصة، امسك فيها بإيدك واسنانك، عشان خاطر الفرصة دي لو ضاعت منك مش هتعرف تعوضها تاني. واحنا بنقول لنفسنا كده كتير، وطبعا دايما بنقعد نقول للناس امسكوا في الفرص، امسكوا في الفرص. وانا كمان في نقطة، يعني انا للأسف وقتها ما كانش معايا الفلوس كلها اللي تخليني اخد التوكيل ده. فعملت ايه؟ ما كانش قدامي غير العربية بتاعتي، فقررت ان انا ابيعها. قبل ما اعمل كده قعدت قاعدة مع الحاج. ولو انت ما اشتركتش في القناة، انزل اعمل اشتراك في القناة دلوقتي، تقديرا للحاج ادري والد الراجل اللي واقف قدامك ده. قعد معايا قال لي يا ابني بص، يعني عارف انت المثل بتاع ما تحطش البيض كله في سلة واحدة؟ انا حطيت البيض وحطيت كل حاجة في سلة واحدة. قال لي كل الفلوس اللي انت هتحطها دي هتبقى مشكلة، انت لا قدر الله ممكن تخسر. انا كانت وجهة نظري غير وجهة نظره. انا وجهة نظري ان انا عندي المهارة اللي هعرف اعمل بيها كده، لان انا بشتغل في السيلز اصلا من زمان. هعرف اسوق، عندي علاقات، يعني تقريبا كل حاجة متكاملة. واي نوت بقى ان انا ما اخدش ده؟ تمام. هو ما كانش معترض على مبدأ ان انا اخد التوكيل، على قد ما هو كان معترض ان انت بترسك بكل حاجة في حياتك. وللاسف انا وقتها ما سمعتلوش. وانا بحكي لك القصه دي ليه؟ هتقول لي يا محمود طب ما زي الفل، شركه كبيره وكل حاجه تمام زي الفل، وانت عندك السكيلز وعندك كل حاجه، كل حاجه بتقول ان انت ان شاء الله هتنجح. عايز اقول لك ان جت حاجه غيرت كل ده وقلبت الموضوع من فوق لتحته، وهي كورونا. كورونا جت، خلت المواني تتقفل، خلت المنتجات تقف في المينا، خلتني اخسر كل الفلوس. بالعكس، ده انا خسرت فوق الفلوس، لان انا بدأت اعمل ماركتينج اصلا واخد عرابين من الناس على حس البرودكتس اللي جايه، والحقيقه ان البرودكتس دي ما جاتش. تمام. فانا كمان اتدينت، مش بس خسرت. بحكي لك القصه دي ليه؟ بحكي لك القصه دي لكذا سبب. القصه دي عشان خاطره، وهو فكره ان انت لما بنيجي نتكلم مع الناس اللي بييجوا يفتحوا بيزنس، بنقول لهم يا جماعه الله يبارك لكم، لازم يكون عندكم بيزنس خاص. سوري، الله يبارك لكم، لازم يكون عندكم دخل ثابت قبل ما تعمل بيزنس. ليه؟ لان انا وقتها ما كانش عندي اي حاجه بعملها غير الموضوع دوت. فبالتالي انا لسه هدور على شغل، ولسه هحاول اظبط الدنيا بحيث ان انا اقدر يعني اغطي الخساره اللي انا خسرتها دي. وطبعا اتاخرت كذا سنه في حياتي لاني انا اتدينت بمبلغ مش بطال. فالقصه وما فيها ان انت قبل ما تيجي تعمل بيزنس، اسأل نفسك سؤال: هل انت هتكون قد الخسارة؟ عندك ما يغطي الخسارة دي؟ عندك دخل ثابت اصلا؟ ولازم تبقى فاهم حقيقة مهمة جدا، ان مش دايما حرق السفن صح. الناس بتاعت التنمية البشرية تقول لك ايه؟ احرق كل السفن
واجه البحر. طب افرض حضرتك انا واجهت البحر والموج جه عالي فغرقت وغرق اللي معايا. فمفيش حاجه اسمها كده. في حاجة اسمها اعقلها وتوكل. في حاجة اسمها ان ربنا سبحانه وتعالى الناس عرفوه بالعقل. فحضرتك لازم تحسب حساباتك بالعقل والمنطق، ولازم تبقى فاهم حاجة على فكرة. انت ممكن تاخد بكل الاسباب ولكن ربنا رايد لك الخسارة. عشان كده الرسالة الاولى لو كانت ان انت ما تحطش البيت كله في سلة واحدة، الرسالة التانية من الموضوع دوت ان مفيش حاجة مضمونة. ليه؟ لان انا كانت كل حاجة ماشية بيرفكت جدا، السكيلز عندي والشركة كبيرة ومنتجاتها مطلوبة في السوق المصري، يعني كل حاجة زي الفل. تمام. فحضرتك لو انت دلوقتي عايز تخش في كل حاجة وانت متأكد بنسبة 100%، انسى. لأن القدر الله أعلم. يعني أنا النهاردة لما كنت بقيس بالأسباب الدنيوية كنت بقيس على فكرة إيه؟ أنا المهارات عندي، الشركة كبيرة، كل الكلام دوت. ولكن هل أنا كنت أروح أعمل بقى أبحاث هل اللي بيجي فيه فيروس هيجي وهيخسر الدنيا كلها؟ أكيد ما كانش فيه هنا حد يعرف حاجة زي كده. فبالتالي مفيش حاجة مضمونة بنسبة 100%. ولو جالك القدر يا باشا استقبله بصدر رحب، لأن دي إرادة ربنا سبحانه وتعالى ليك. وبما إننا إحنا مسميين البرنامج دوت فضفاضة بيزنس، فأنا عايز أجي بقى لشوية ناس هم لا عندهم السكيلز ولا عندهم أي حاجة تخليهم إن هم ينجحوا في البيزنس اللي هم هيعملوه، وبرضه بيروحوا يفتحوا. يعني أنا يا راجل حتى حسبتها حسبة، أي نعم ممكن تكون متسرعة شوية ولكن كان عندي بعض الإمكانيات. في ناس مبقاش عندها إمكانيات خالص وبتروح تقرر إن هي تروح وتفتح وتغامر. أنت بتعمل إيه؟ عارف الناس بتعمل ليه كده؟ الصورة الذهنية اللي مرتبطة بالسوشيال ميديا عن الناس اللي بتعمل بيزنس صورة أي حد يتمنى يعيشها. يعني سكه ودغري عشان خاطر ما ابقاش بحور عليك. تمام كده. اصلا كلمه بزنس اونر على على الفيسبوك، بدل ما هو كاتب طول عمره ايه، علمتني مدرسه الحياه او وركس ات مدرسه الحياه والكلام الفاضي ده، هو هيكتب بزنس اونر لبراند كذا او لكافيه كذا او لمطعم كذا. فالراجل دلوقتي هيحس ان هو جامد. فهو عقله الذهني ارتبط بصوره، ما ارتبطش بواقع، ما ارتبطش بحقيقه. فانا داخل كده اللي هو شفت الليمبي انا عاجي معاكم كده. حضرتك رايح فين؟ انت دماغك تعبانه. حضرتك لازم يكون عندك شويه اسباب تخليك تقرر انك تنط في البحر. ما هو انت افرض ما طلعتش بتعرف تعوم هتغرق. تمام. ففي ناس بتبقى مرتبطه بالصوره بس، لكن هو مش مرتبط بفكره ان هو ايه، هيبني براند حقيقي. ويحسب بقى انه اوقات كتير ممكن يشتغل ويقبض اقل من اللي عنده. دي نقطة. ده في نقطة، في نقطة أكتر من كده، إن وهو أيام ما كان موظف كان في مدير واحد بيضغطه. دلوقتي في بدل المدير 20. هتقول لي مين مديرينه في مشروعه؟ أقول لك العملاء. العملاء طبعا. هتلاقي مثلا بدل ما كان ليك صاحب عصفورة بيرخم عليك او بيبدن، بلاش بيبدن دي انا اسف، بيرخم عليك يعني في الشغل، خلينا نمشيها كده. هتلاقي في منافسين ليك في السوق اصلا والسوق ما بيرحمش. تمام. فانت قبل ما تعمل كل ده، فين السكيلز بتاعتك اللي هتخليك تعرف تنجح الليله دي؟ وانا مش جاي ايأسك واقول لك لا ما تفتحش بيزنس. اصلا النهارده لازم كل الناس تكون بتفتح بيزنس ولكن بالعقل. انت ايه اللي عندك اللي يخليك تعرف تنجح البيزنس ده؟ في واحد في مره كنت بتناقش معاه، الراجل ده كنت رايح اعمل له برزنتيشن وكان بيزنس مان، يعني حد تقيل ما شاء الله عليه، يعني مليونير. تمام كده. فالراجل ده بيتكلم معايا بيقول لي عارف يا محمود، احنا اوقات كتير بنقعد نتكلم كلام مجعلص قوي للناس عن البيزنس. بيقول لي ممكن لو نزلت اي وكاله من وكالات اللي هي البلح وبتاعه الفاكهه والكلام دوت، تلاقي في ناس للاسف يعني جهله مش متعلمه وناجحه جدا جدا في شغلها. بيقول لي ده بيثبت وجهة نظرنا اكتر. فبقول له ازاي؟ اذا كان احنا بنقعد نجعلص للناس الحاجه وفي ناس تانية بتنجح، ازاي؟ قال لي فاكر عبد الغفور البرعي؟ قلت له اه. قال لي عبد الغفور البرعي ده نجح في السوق. ويمكن دي قصه حقيقيه، ولو مش هناخد قصه حقيقيه ناخد مثلا، او لو مش هناخد قصه عبد الغفور البرعي عشان ممكن تقول لي مش قصه حقيقيه، ممكن ناخد واحد من ارض الواقع. هو قبل ما يعرف ينجح المشروع بتاعه هو اتزرع في الحته دي. يعني تخيل مثلا معلم كبير النهارده بقى صاحب توكيل فاكهه. الراجل ده ممكن يكون ما بيعرفش يقرا ويكتب. الراجل ده ممكن يكون بلدي جدا. الراجل ده ممكن يكون ابن سوق جدا. ولكن الراجل ده عارف نجح ليه؟ قال لي، قلت له نجح ليه؟ قال لي يا حمود عشان الراجل ده كان صابي كويس قوي، فعرف يبقى معلم كويس قوي. فانت قبل ما تبقى بيزنس اونر كويس قوي لازم تبقى مزروع في البيئه اللي هتعرف تخليك اصلا بيزنس اونر. تمام كده. تعرف تتعلم الحاجات دي. فعلى فكره السكيلز بتاعت
نجاح البيزنس النهارده مش لازم تكون انت معاك دكتوراه عشان تعرف تنجح بيزنس، ولكن يكون عندك الخبرة اللي تكفي ده، تمام، عشان خاطر تعرف تنجح. عشان كده لو هنطلع برسالة بسيطة من الفيديو بتاع النهارده، ما تمشيش ورا السوشيال ميديا، وما تمشيش ورا الناس اللي بتقعد تتصور على السوشيال ميديا، والناس اللي كاتبه بزنس اونر، والناس اللي كاتبه سي اي او مش عارف ايه، وارزع اي ثلاث حروف بالانجليزي ورا بعض هتطلع لك تايتل حلو في اي شركه. ما تمشيش ورا الناس دي، لان في ناس كتير منهم كدابين، وفي ناس الا ما رحم ربي كويسين. ولكن انت لازم تبقى فاهم ان لو ده نجح، قلده بقى ماشي، انا ما عنديش مشكله انك تقلده، بس لو ناجح حقيقي. انما في ناس كتير جدا بتبقى مأجره وفيلل وعربيات عشان خاطر تطلع تقول لك ان هي ناجحه، ومش حقيقي. بص للحاجات اللي انت تقدر تعملها دلوقتي، وبص للمهارات اللي تعرف تنميها، قبل ما تبص للصوره. الصوره اللي انت بتبقى عايز توصل لها دي الصوره النهائيه، ودي حاجة حلوة وده التارجت بتاعك. ولكن عشان خاطر تعرف توصل لده، انت محتاج تمشي خطوات كتير عشان خاطر توصل للصورة دي. فبالتالي حضرتك اشتغل على نفسك، اختار مهارة من المهارات اللي ممكن تكسبك فلوس كويسة. اتعلم يعني ايه تinvest في نفسك، اتعلم يعني ايه تكون بتقسم الدخل اللي بيدخل لك لكذا جزء، بحيث ان انت تبقى عامل سيفنج لنفسك، تبقى عامل حاجة في التطوير، تبقى عامل حاجة من الفلوس اللي بتدخل لك ان انت دي المصاريف، وهكذا. دي الناس اللي بتعرف تعمل حاجة. انما واحد عايش بيقبض 5000 جنيه بيصرفهم تاني يوم، ابقى قابلني يعني. ما انت بتفكر في بيزنس ليه اصلا؟ والا ايه المهارات اللي عندك اذا كان انت مش عارف اصلا تدير دخلك؟ هتدير شركة؟ انا عارف ان الكلام ممكن يكون قاسي، ولكن في مثل حلو جدا بيقولوه دايما: يا بخت من بكاني ولا ضحك الناس عليا. فانا اطلع اقول لك الكلمتين دول يا معلم كده بالحب وبالصحوبية وباللذاذة، احسن ما انت تتصدم في واقع وتلاقي نفسك هوب. اقسم بالله العظيم انا لما خسرت الفلوس قعدت شهر انا ما فاهم هو منين بيودي على فين، انا مش فاهم حاجه. اتصدمت صدمه بنت لذينه. برضو كان سني صغير، مش كبير قوي وقتها، فيعني ما كنتش اعرف ان انا يعني استحمل حاجة زي كده. لو وصلت معايا لحد هنا، فده كان تاني فيديو من فيديوهات فضفضة بيزنس. انا عارف ان انا اتأخرت عليك في الفيديو التاني ده، ولكن صدقني كورس المبيعات ساحلني جدا جدا، والبلاي ليست اللي بنجهزها للناس عن الكوميونيكيشن سكيلز والمهارات والى اخره هتلاقيها موجودة على القناة، هتفيدك جدا جدا. ولو حد من صحابك بيقرر يفتح بيزنس، ابعت له الفيديو ده، ميبي ممكن يخليه يراجع نفسه في كام نقطة قبل ما ياخد القرار. قرار انك تفتح بيزنس قرار قوي جدا وقرار جريء، ولكن يحتاج الى شوية متطلبات. وفي النهاية اوعى تنسى ان كل حاجة فيها قضاء وقدر. فميبي ممكن تكون انت عايز لكن ربنا مش رايد، ممكن. وممكن تقدر تنجح نفسك بمنتهى القوة، والله اعلم. عشان كده لما تيجي تاخد الريسك لازم تكون مغطي نفسك بحاجة. وما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتعمل سبسكرايب للقناة لو انت لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس للكل عشان يوصل لك كل جديد. وتاني كورس المبيعات موجود، تابعه، هتتعلم منه، هتستفيد منه كتير جدا جدا جدا. ولو ما تعرفنيش فانا محمود أدري. اشوفك الفيديو اللي جاي.